تشاهدون في رمضان العديد من البرامج والمسلسلات اليمنية التي سوف تعرض لكم خلال أيام شهر رمضان المبارك. سنبدأ معكم أولا بالحديث عن المسلسلات الدرامية والكوميدية، ومن ثم البرامج الدينية والترفيهية والقنوات الناقلة لها. ولكن قبل أن نعرف، نتمنى منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الإشعارات لكي يصلكم كل جديدنا. أولا، مسلسل ممر آمن، المسلسل الدرامي الجديد والمسلسل البديل للعالية الذي عرض في السنة الماضية. المسلسل من إخراج المخرج ياسر الظاهري ومن إنتاج قناة يمن شباب، وسيعرض لكم على قناة يمن شباب وعلى قناة العربي. وسيشارك في هذا المسلسل الكثير من نجوم الدراما اليمنية كما هو موضح لكم في البرومو. مشى البلاد وقت الحرب علشان نفلتها الآن. كرم نفسك واعرف انت تتكلم مع من. البدلة العسكرية. كلكم مجرمين. ممر آمن يوميا في رمضان على العرب 2. ثانيا، مسلسل لقمة حلال، المسلسل الأكشن والإثارة للمخرج محمد فاروق ومن إنتاج قناة السعيدة، وسيعرض على قناة السعيدة. وسوف يشارك الكثير من نجوم الدراما اليمنية في هذا المسلسل. كرامتها عشان تلاقي لقمة حلال. فتش عم تجي عليك. تأكد ان الملك مهما اهتم برجال لابد ما يسكت. احبسك على لقمة تاخذها لعيالك مني. وشو جدك؟ ثالثا، مسلسل قرية الوهل، المسلسل الأكثر تشويقا والذي سوف يجمع عمالقة الدراما اليمنية. المسلسل من إخراج المخرج المصري معتز حسام ومن إنتاج شركة النبيل، وسوف يعرض لكم على قناة الجمهورية. احنا قرية الوعل، لو أرادوا الدم حية. تعرف ان انت قتلت الجبان غني داخلي وزرعت داخلي وحش. رابعا، مسلسل رمال ساخنة، المسلسل البدوي الجديد للمخرج وليد العلوفية ومن إنتاج قناة السعيدة، وسيعرض على قناة السعيدة. وسيشارك في هذا المسلسل نجم الكوميديا صلاح الوافي وسمير قحطان وحسن الجماعي وقاسم عمر وفواز التعكري ومحمد الأموي وحسام الشراغي وزيدون العبيدية وهدي المعنى وغيرهم الكثير من النجوم. المسلسل يتم تصويره حاليا في مدينة تعز، وقريبا سيتم الإعلان عن المسلسل بقناة السعيدة. خامسا، المسلسل البديل لمسلسل القريب بعيد للمخرج عبد الرحمن دلاق. المسلسل سيكون من إنتاج مؤسسة الإمام الهادية، وسوف يعرض لكم على قناة المسيرة. وسيشارك في هذا المسلسل ألمع النجوم ونفس الوجوه التي شاركت في مسلسل القريب بعيد. المسلسل يتم تصويره حاليا في العاصمة صنعاء. تفاصيل أكثر حول المسلسل انتظرونا في فيديو قادم. سادسا، مسلسل خروج نهائي، المسلسل الكوميدي الجديد للمخرج والإعلامي محمد الربع ومن إنتاج قناة المهرية، وسيعرض على قناة المهرية. وسوف يشارك في هذا المسلسل أبرز وألمع نجوم الشاشة اليمنية. وعازم تسافر واستراحة عمك ناصر ملك البنات. مسلسل زديد انه يقول انتظرونا في رمضان في مسلسل خروج نهائي. سابعا، مسلسل جديد لنجم الكوميديا محمد قحطان مع المخرج فتح الحدية، مخرج مسلسل هفة سابقا. وسوف تعود النجمة أفنان الأصابي للتمثيل مجددا في هذا المسلسل.
المسلسل يتم تصويره حاليا في عدن، وسيكون عبارة عن سيت كوم مخلوط بالأكشن، وسوف يعرض لكم على قناة الجمهورية. ثانيا، مسلسل حارس البحر، المسلسل الدرامي والاجتماعي الجديد للمخرج عبد العزيز الحرازي، وسوف يعرض لكم على قناة اليمن الفضائية، وسيكون من بطولة إبراهيم الزبلية وأحمد المعمري ومحمد القطاع ومحمد الرداغي وفؤاد الكهالي وغيرهم الكثير من النجوم. المسلسل يتم تصويره حاليا في مدينة الحديدة، وسيتم الإعلان عنه قريبا. تاسعا، مسلسل ماء الذهب، المسلسل الأكثر تشويقا وغموضا لدى المتابعين، وأخيرا سوف يعرض في هذا العام، ولكن ليس على القنوات اليمنية، وإنما على منصة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، منصة تلفز. بين كل جبل وجبل ناس عايشة. بسم الله. الله يمشي الليلة هذا على خير. شكله في شيء غلط. اللي حصل معي معاهم السبب فيه أنت. عاشرا، مسلسل الخال والد، مسلسل عدني كوميدي جديد من إخراج المخرج علي حزام، وسيعرض على قناة عدن المستقلة الفضائية. مسلسل ثروة أبي، مسلسل عدني جديد من إخراج المخرج جمال محفوظة، وسيعرض على قناة عدن الفضائية. مسلسل قرص حار للمخرج محمد الأشولية، ومن إنتاج قناة حضرموت، وسيعرض على قناة حضرموت الزرقاء. مسلسل المدارة للمخرج عبد الرحمن باربع، من إنتاج قناة المكلا، وسيعرض على قناة المكلا. مسلسل حارة فشفشي، مسلسل كرتونية، سيعرض على قناة يمن شباب. أولا، برنامج خاطرك مجبور للموسم الرابع على التوالي للإعلامي الرائع عبد اللطيف الزيلعي، والذي سوف يعرض لأول مرة على قناة فضائية، قناة اليمنية الجديدة. بسم الله وعلى بركة الله. تعرف أن أنا أتفرج لعيالي؟ قول الحمد لله. والله حقي أنا هو ربي لك الحمد. الله يرزقك ويعافيك. أراكم على خير، دمتم في رعاية الله. ثانيا، برنامج طائر الصغيدة للموسم السادس على التوالي للإعلامية الرائعة مايا العبسية، وسيعرض على قناة السعيدة. لقد دمتم متلقفين منه. أكثر من 40 مليون ريال جوائز طائر السعيدة لهذا العام في موسمه السادس. أمانة. انتظرونا في رمضان. ثالثا، برنامج رحلة حظة للموسم السادس على التوالي للإعلامي الكبير خالد الجبرية، وسيعرض على قناة يمن شباب. نحلق في فضاء الموسم السادس. أكثر من 40 مليون ريال. جري يا أبي رحلة حظ 6. رابعا، برنامج باص الشعب للموسم السادس على التوالي للإعلامية الجديدة شيماء الأديمية، وسيعرض على قناة الهوية. من برنامج باص الشعب من مختلف المحافظات اليمن. خامسا، برنامج إنساني جديد لليوتيوبر غازي حميد مع الإعلامية الصاعدة شذا معجب، وسيعرض لكم على قناة اليمنية الجديدة. طيب أوعدك نسوي السنة برنامج خيري. برنامج خيري. أي برنامج فيه الخير، إيش رأيك؟ على حسب يعني مزاجك، أنت تحب الخير. ما بين المقلب والخير. مين أفكر كذا؟ شوف أنا بقول لك. إذا أنت يا غازي مثلا عادي سوي برنامج مقالب، بس لي شرطين. الشرط الأول يكون البرنامج ده يا غازي يعني يوصل رسالة، ينقل معانا فئة من الناس. هذا شيء. الشيء الثاني يكون معك في كل مقلب تعملوا له ممثل أو فنان، أسرة أخرى تستفيد
يكونوا محتاجين. قدرت توفر هذه الشروط؟ تم، عجبتني الفكره. بوفر لك البرنامج. خلاص تم، يعني نعمل برنامج خيري وفي نفس الوقت يكون فيه مقلب. مقلب. ايوه. بس اليوتيوبر الاخوه اللي باليوتيوب عملوا برامجكم، قدموا برامجكم، انا مستعد اعرضها لكم. جميل والله. يعني بنعمل فقره لليوتيوب، الشباب اليوتيوبر كلكم عندنا ان شاء الله. جميل، جزاك يا رب. مش انت. ما انا بسوي خلاص برنامج خيري. طيب هات ارسل المقطع. انا اقولها في الكاميرا، اقول هاي بعمل برنامج خيري. سادسا، برنامج هجمة مرتدة الموسم الثاني للإعلامية الراية حسن الجفرية والممثلة الصاعدة بهية محمد، وسيعرض لكم على قناة الصغيدة. سابعا، برنامج ترحبوا للمقدم الرائع عبد الملك السماوي، وسوف يعرض لكم على قناة الصغيدة. واللي بيصرف عليكم الله. الكرام، أنتم على موعد يوميا طوال شهر رمضان الكريم مع البرنامج الإنساني الاجتماعي تراحموا. ثامنا، برنامج الحقيبة للموسم الثاني للإعلامي الكبير محمد المحمدية، وسوف يعرض على قناة اليمن الفضائية. الكرام، انتظرونا في برنامج الحقيبة الرمضاني على قناة اليمن الفضائية من اليمن طيلة شهر رمضان المبارك. كانت هذه هي أبرز المسلسلات والبرامج اليمنية التي تحدثنا عنها سابقا وحديثا في هذا المقطع. وفي الأخير، إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بلايك وساعدنا بالاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بألف خير.